يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح الاناناس على اجمل ناس حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا جدا جدا. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد مع بعض، بس الاول كده نصلي على النبي تحت في الكومنتات ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. زي ما انت شايفة كده يا حلويات، انت وهي المطبخ بتاعنا شبه كده مكركب، شبه مكركب. من ايه هقول لكم؟ المطبخ كالعادة وزي كل يوم انا برتب المطبخ بتاعي قبل ما انام. كل ده بيبقى مثلا من السهر من الولاد بالليل، فاكهة، عصاير، اي حاجة. المهم يعني بيبقى فيه كام طبق كده في الحوض من بالليل بعد ما انا بنام بقى. عايزه اقول لكم يا حلوين ان المدارس بتلم حاجات كتير، بتلم والله. العيال حرفيا ما بيسهروش بالليل الساعه 3 و4 بالليل، بس طبعا بيعوضوا في يوم الاجازه. فالمدرسة بتلم، يعني بتلمهم بصراحة، يعني بيناموا من بدري ويصحوا من بدري جدا، يمشوا الشقة بتبقى نظيفة. وكمان يعني الصبح بيبقى مكان بس تجهيز ليهم الفطار واللانش بوكس بتاعهم، يدوبك كوباية لبن قبل ما يمشوا وتجهزي اللانش بوكس وتنزليهم على طول، وتبدأي انت بقى الروتين بتاعك كده، ما بيبقاش في كركبة في المطبخ. انما اليوم اللي بيبقى اجازة، وطبعا احنا ايه، بناخد اجازه جمعه وسبت، فالجمعه والسبت دولت بنبقى عاملين فيهم ايه بقى؟ فطار بقى ايه من قلبك يحبه بنعوض الاسبوع كله. كان عندي فول وكان عندي بواقي مسقعه كنت عاملاها، فطلعتها كده افطرهم بيها، وعنب وبلح وجبن وعيش وخيار وطماطم، وده كان فطارنا النهارده. فمكان الفطار بقى وتجهيز الفطار رحت ايه بقى؟ قلت ما ارتب بقى المطبخ بتاعي وارتب الرخامات وادخل الحاجات التلاجة، وبعد كده هنروح مع بعض نشوف الحوض بتاعنا بيقول ايه. اقول لكم ان اهم من الشغل تظبيط الشغل. يعني بمعنى ان انت لما تيجي تعملي اي حاجة تعمليها باتقان. يعني مثلا هتروقي المطبخ بتاعك النهاردة، روقيه باللي يريح عينيكي. انت فاهمة انا قصدي ايه باللي يريح عينيكي؟ يعني مثلا هتدخلي الحاجات التلاجة، مش تقولي كل حاجة في يعني في قلب التلاجة كده وخلاص، لا، حاجات عايزة تتفضى زي كده فضيها، حاجات عايزة تتمسح امسحيها، حاجات مش مستاهلة ان هي تدخل التلاجة اتخلصي منها، وما تكركبيش التلاجة بتاعتك على الفاضي. تمام كده؟ اما تيجي بقى تروقي الرخامات بتاعتك او تروقي المطبخ بتاعك، حاولي ان انت على قد ما تقدري تفضي الرخامات بتاعتك خالص. انا بحب يا جماعة الرخامة تبقى فاضية خالص، بحس براحة نفسية ما بتبقى الرخامة بتاعتي فاضية. مش بحب اكركب عليها حاجات كتير، فانا بحب الرخامة بتاعتي تكون فاضية. فحاولي على قد ما تقدري ان الرخام بتاعك يكون يعني فاضي. حطي برضو شوية حاجات اللي هي ايه تدي منظر معاكي. وطبعا لا غنى عن الكاتل والحاجات الاساسية اللي هي بتتحط على الرخامة دي، بس متكركبهاش قوي بقى ايه. في ناس بشوفها بصراحة يعني بتبقى حاطة حاجات اوفر على الرخامات، فانا بصراحة ببقى حاسة ان الموضوع بيبقى اوفر قوي او مش بيريح عيني. فانا من الناس اللي بتحب الرخامات تكون فاضية، وبحب ان انا افضي الرخامات بتاعتي والمعها، وبعد كده ادخل على الحوض بتاعي. ادخل على الحوض بتاعي اعمل ايه بقى؟ لو في مواعين طبعا بغسلها، لو المواعين بتاعتي اطباق وكوبايات وحاجات من دي بدخلهم الغسالة وبريح نفسي. انما لو حلل بقى كبيرة وصواني وحاجات من دي، عندي اغسل الحاجات الكبيرة دي ولا افش اغسل الحاجات الصغننه دي، بتتعب ايديا، مسكتها بتتعب ايديا. انتوا فاهمين؟ انما غسيل المواعين نفسه مش بيتعب ايديا. ممكن اغسل حاجه كبيره، امسكها اغسلها كويس جدا، بس ما اقفش اغسل ايه في الكوبايات والمعالق والحاجات دي. بحس ان انا بتضايق بسرعه، خلقي ضيق قوي قوي في موضوع غسيل المواعين دي. فهنروح بقى نحط كل الحاجات دي في قلب الغساله كده، ونغسل الحوض بتاعنا لحد ما تصلوا على النبي تحت في الكومنتات، وتعملوا اللايك والشير وكومنت حلو منكم كده ودعوه منكم من القلب. هنفضي الحوض خالص ونروح نرص بقى ايه المواعين بتاعتنا في قلب الغسالة الأطباق. وهنا كنت بصفي الصفاية بتاعة الحوض. أهم حاجة الصفاية بتاعة الحوض دي تتصفى، علشان خاطر هي بيبقى فيها بواقي أكل، فبتعمل ريحة مش كويسة في قلب
الحوض يعني. وزي ما قلت قبل كده المطبخ بتاعك نظيف، بيبان من البوتاجاز ومن الحوض بتاعك، ما عليكي من اي كركبة بقى ممكن تكون موجودة على الرخامات. يعني بت الكركبة دي ممكن تكون حاجات بسيطة، ممكن تتفضى في ثواني و يعني تترتب في ثواني الكركبة. انما مواعين في قلب الحوض او كركبة مواعين في قلب الحوض او البوتاجاز بتاعي يكون متوسخ، بصراحة ده اللي انا ما بقدرش استحمله خالص. انما يعني كركبة بقى ولاد حاطين حاجات على الرخامات، عادي بالنسبة لي مش مهم. المهم ان هي مش ما تكونش اطباق او كوبايات متوسخة. انا معوداهم ان هم يحطوا كل حاجة على الرخامة اللي بتاعة الحوض، يعني الكوبايات والحاجات اللي انتوا توسخوها حطوها لي في قلب الحوض او على الرخامه اللي في قلب الحوض، علشان خاطر ايه بتضايق بسرعه. زي ما قلت لكم انا خلقي ضيقه جدا في موضوع ان انا الاقي يعني حاجات يعني متوسخه كتير، بالذات الحاجات الصغيره بقى، مثلا معالق واطباق صغيره وكوبايات، بصراحه بتضايق. فانا بحطهم بقى في قلب غساله الاطباق زي ما انتم شايفين كده، وبرصهم الرصه الحلوه دي، واروح مشغله عليهم الغساله. حتى لو عندي حاجات بقى تانية فاضله ان هي تتغسل على ايديا، بتكون حاجات كبيرة، يعني ايه بتخلص معايا في ثواني. قبل ما بتكون الغسالة خلصت بكون انا بقى ايه غسلت الحاجات الكبيرة دي، وغسلت الحوض ولمعت الرخامات ولمعت الارضية، وممكن اكون كمان طبخت ولسه الغسالة شغالة. بس عايزة اقول لكم ان غسالة الاطباق مهمة جدا جدا في اي مطبخ، لانها بتنظف الاطباق وبتنظف الكوبايات، بتلمع احلى حاجة فيها بصراحة، بتلمع لي الكوبايات وبتخليها لي متعقمة، وبتخليها لي حلوة جدا. بحب غسالة الاطباق في الكوبايات بالذات يعني. وكمان في حاجات كده بتبقى عايزة مية سخنة قوي، فبحب ان انا اغسلها برضو في غسالة الاطباق. آه خلصنا المواعين بتاعتنا وخلصنا الرخامات ولمعناها، وكنست تقريبا الارضيه كمان وكنت لمعتها، وطلعت كمان ارتحت شويه بره. وبعد كده دخلت بقى على الغدا بتاعي. هتعملي غدا ايه النهارده يا نهى؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. هنعمل صينيه خضار كده مشكله كده مع بعض، وهنسلق فرخه، ونعمل شويه رز بشعريه وشوربه كده بتاعه الفرخه، وهيكون غدانا النهارده. تعالوا ما نشوف الطريقه مع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا كيلو من الكوسه، مسكتها طبعا غسلتها، لانها يعني ايه كانت مكان ما انا جايباها كانت الدنيا حر، كانت عرقانه على بعضها، فغسلتها. وبعد كده جبت المقشره بتاعه البطاطس وقشرتها بالمقشره كده، بدل ما اجردها يعني بالسكينه وكده قشرتها بمقشره البطاطس. انا بحب اعمل الكوسه كده، اقشرها بمقشره البطاطس، بتطلع طبقه رقيقه خالص، مش يعني مش بتجيب يعني مش بتحرتها، بتخليها طبقه رقيقه خالص. هقشر الكوسه بتاعتي وهقشر البطاطس وهقشر البصل وطبعا عايزه اقول لكم ان انا نسيت اطلع الجزر من بدري، لان انا ما عنديش جزر، فالجزر عندي في الفريزر فيها، فنسيت ان انا اطلع الجزر من بدري، فطلعته كده على الرف. وعايزه اقول لكم ان انا نسيت احطه كمان في قلب الصينيه، وهتشوفوا معايا دلوقتي. يعني انا نسيت، يعني انا طلعته كمان على الرخامه ونسيت ان انا اقلبه مع الخضار ده في قلب الصينيه. خلصت تقشير الكوسة والبصل والبطاطس، ومسكتهم غسلتهم كويس جدا. هبدأ بقى ان انا اقطع الكوسة بتاعتي تكون تخينة شوية، علشان ان هي تستحمل معايا في الفرن يعني، او استوى مع البطاطس والجزر. فاقطعها تخينه شويه. وبعد كده هقطع طبعا البطاطس بتاعتي مكعبات، هقسم البطاطسايه كده 4 واقطعها ايه مكعبات، تكون بسوى او على قد ما اقدر تكون بنفس حجم الكوسايه. عايزه اقول لكم ان البطاطس بتستوي اسرع من الكوسه كمان، مع ان الكوسه بتبقى طريه اكتر، بس البطاطس القديمه دي بتستوي بسرعه اكتر من الكوسه. يعني البطاطسايه كانت استوت معايا اكتر قبل الكوسه. تمام كده. المفروض هنا بقى ان انا احط الجزر، نسيت ان انا احط الجزر خالص. المهم يعني ان احنا هنحطه برضو مع بعض، هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. معايا البصلتين بقى اللي احنا قشرناهم وغسلناهم، هنقطعهم مكعبات، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يا دوبك هنقطعهم كده مع بعض. وبعد كده هنجيب 3 4 طماطمات كده نفرمهم في قلب الكبة. طب يا نهى ما فرمتيش البصل ليه في قلب الكبة؟ اقول لكم يعني بصوا، في لحظات كده الواحد بيتوه كده، و
اقول ايه، بس الواحد بيتوه كده والذاكره ما بتبقاش موجوده المهم يعني، المهم ان انا قطعتهم، ما كانوش مستاهلين كمان ان انا هعمل في الكبه، وكمان الطماطمتين اللي انا كنت محتاجاهم ما كانوش مستاهلين ان انا اعملهم في الخلاط. فطلعت الكبه الصغيره بتاعتي وفرمت الطماطم كده، وحطيت كمان الطماطم بتاعتي بقشرها، وقلبت كله بقى على بعضه كده. وهروح بقى ايه احط التوابل. مش هنحط توابل كتير، بس يا دوبك هنحط ملح وفلفل، وهحط رشة صغيرة من الشطة، وهحط كمان رشة صغيرة جدا من الكباب الصيني او من جوزة الطيب. وهقلب كل المكونات اللي معايا دي. ما عندكيش جوزة الطيب حطي بهارات لحمة، اي حاجة يعني تديكي طعم في طاجن الخضار ده. وقلبت كله مع بعض، وبعد كده بقى ايه رحت جايبة الصينية بتاعتي وحاطة الخضار بتاعي في قلب الصينية، وجبت حبة مية صغيرين كده احطهم عليهم كده، عشان طبعا الخضار عما ينزل المية بتاعته ويرجع يشربها يكونوا استووا تمام كده. تمام كده. وبعد كده بقى هجيب معلقة سمنة بلدي كده واحطها على الوش. يعتبر الخضار، طاجن الخضار بتاعنا ده النهارده خفيف جدا، يعني ايه مش طبيخ بقى النهارده، خضار كده. اعتبروه شوربة خضار، بس يكون من غير شوربة، هنعمل الشوربة لوحدها. هسيب الخضار بتاعي بقى كده يشرب من الملح والفلفل والحاجات اللي موجودة فيه لحد ما اشوف الفرخة بتاعتي كده تكون يعني فكت من التلج كمان ولا لا. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا ما كنتش هعمل اصلا فراخ، انا كنت هعمل طاجن الخضار وكنت هعمل لحمة. بس بصراحة لقيت الفرخة دي في قلب الفريزر كده مقابلاني، رحت مطلعاها حطاها على يعني على الرخامة بسرعة كده، ورحت كسلاها كويس، ورحت ايه حطها في الطبق كده وعصر عليها ليمونه، ورحت سايباها ايه تفك يعني. وهغسل بقى انا الطبقين اللي موجودين في الحوض دولت، وغسلت طبعا ايديا مكان الفرخه، وغسلت المواعين، ورحت بقى للخضار بتاعي. ببص ورايا لقيت الجزر موجود على الرخامه، فرحت بقى حاطه الجزر زي ما انتم شايفين كده. وقطعت كمان قرن فلفل سبايسي كده، بحب الحاجه تكون حراقه شويه. فحطيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حطيت قرن فلفل، وبعد كده شغلت عليهم النار لحد ما استووا، وبعد كده دخلتهم الفرن ياخدوا لون. وبعد كده رحت سلقه الفرخه بتاعتي ومحمراها، وعامله الرز بالشعريه زي ما انتم شايفين. وكمان الفرخه بتاعتي كانت استوت وحمرتها زي ما انتم شايفين كده، بدهنها من على الوش كده بمعلقه سمنه بلدي ورشه ملح فلفل، وبدخلها الفرن تحت الشوايه بتكون احمرت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وكمان دخلت الخضار بتاعي بعد ما استوى على البوتاجاز، دخلته تحت الشواية، خد لون خفيف بسيط كده وطلعته. طبعا انا غطيت الاكل زي ما انتم شايفين كده لحد ما الولاد يجي من الدروس وبعد كده اقدر اغرف بقى ايه عشان الحاجه ما تبردش. بعد كده اما يجوا بقى اغرف بقى. والشوربه بتاعتنا كمان شايفين شكلها في حاجه كده في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم بقى ان انا غرفت كده، كان اول حد يجي من الدرس هو اللي ليه نصيب ان هو يعني ياكل ويدوق ويشوف الخضار بتاعنا عامل ازاي. رحت عامله لهم بقى الاطباق زي ما انتم شايفين كده، طبق الرز وجنبيه البروتين، وطبق الخضار، وطبق الشوربه. وده كان غدانا النهارده، وده كمان كان روتيننا النهارده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واكون ضيفه خفيفه ظريفه لطيفه على قلوبكم. واشوفكم في فيديو جديد، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بننزله مع بعض. ومع السلامه.